السيدة اللي كتشوفوا قدامكم دارت حاجة اللي في نظرها كانت بسيطة غير باش توصل رسالة لراجلها، ولكن هاد الرسالة كانت سبب في أنها تخلي مدينة كاملة تسمى بمدينة الأيتام. القضية ديال اليوم وقعت في الكويت من راجل عنده 36 عام وسميتو زايد محمد، تزوج ببنت عندها 17 عام سميتها نصرة يوسف العنزي في 2003. ومع أنه إلا رديتو البال أن فرق السن بيناتهم كبير، حياتهم في البداية كانت مزيانة بزاف وتفاهموا وما كان حتى مشكل، الشيء اللي خلى نصرة تحمل في عامها الأول وولدات بنية سماتها شقحة. ولكن مباشرة من بعد ما ولدات بداو المشاكل بين نصرة وزايد، حيث كيف تقال أن زايد ما كانش كيديها في نصرة وما كانش كيهتم بها لا هي ولا البنية، وكان مخلي المسؤولية كاملة على نصرة، وأغلب الوقت كان خاوي الدار. وهذا الضغط زاد كتر من بعد ما ولدات نصرة ولدها الثاني اللي سموه محمد. نصرة كانت كتظن باللي مني غزيد تولد زايد غيرجع كيف الأول وجاي يهتم بها، ولكن المشاكل غير ما زادت والحمل على نصرة زاد كبر، وزايد حتى هو زاد حس بالضغط والمسؤولية اللي ما عرفش كيفاش يتعامل معها. فكان وقته كامل كيدوزو في الخدمة باش يضمن الفلوس ليه ولعائلته، ولكن من ناحية الدار واحتياجاتها ما كان كيعاون في حتى حاجة، وما بقاش حتى كيجلس مع مرته وولاده. المشاكل زادت من الدراري بداو كيكبروا، اللي كيعني بلي المصاريف حتى هي غتزاد. وفي نفس الوقت نصرة اهتمامها بولادها زاد، فولا وقتها كامل كتعطيه ليهم، وهذه الحاجة اللي ما عجباتش زايد راجلها، اللي قال بلي حتى هو كان محتاج وجودها معاه وبغى الاهتمام وتعطيه حتى هو من وقتها بحال في الاول الزواج. فالمشاكل بقات غاده وكتكبر بيناتهم نهار على نهار، وكل واحد فيهم كيجر من جهه وكيلوح اللوم على الاخر. وعاد زادوا مشاكل اخرين من الدراري بداو كيعانيو من مشاكل صحيه، وزايد كان دايما كيعاير نصرة بهاد القضيه وبلي هي السبب في هادشي كامل اللي كيعيشوه. فمشى زايد عند عائلته وبدا كيشكي ويعاود ليهم بالهم اللي كيعيش فيه وبلي ما بقاش فرحان وهاني بزواجه. اقترحوا عليه عائلته انه يتزوج واحده اخرى تلبي ليه احتياجاته. الفكره عجبات زايد خصوصا من لقى الدعم من المقربين ليه، فقرر انه يبدا يقلب على مرة اخرى للزواج. ومني قالها لنصرة تصدمات وما وافقاتش وضربت معاه، حيث ما كانتش عارفه هو علاش باغي يتزوج وهو مقصر في زواجه مع ولاده. عادي يزيد الثانيه نصرة شافتها أنانية منه، وحتى أنها حاولت بكاع الطرق تقنعه باش ما يتزوجش، ولكن هو بقى كيقول لها بلي خدا القرار وما غاديش يرجع فيه. فنصرة هزات ولادها ومشات غضبات عند والديها وقالت ليه بلي باغا تطلق، ظنا منها انه هكا غادي تخليه يراجع راسو ويعرف قيمتها وما يتزوجش. ولكن حتى هذا الشيء ما خلاش زايد يتراجع على قراره، وقال لها الا بغيتي تطلقي انا غادي نطلقك، ولكن في الحالات بجوج غادي نتزوج. وفعلا ومن بعد خلافات كثيره واخا دخلوا الناس بيناتهم طلقها وخلاها في دار والديها هي ووليداتها، وهو كمل طريقه في البحث على عروسه جديده. ولكن الغريب هو ان نصرة من بعد الطلاق تعاملات عادي وما بيناتش باللي ضرها الحال من هادشي اللي طرا. وفعلا شهور قليله من بعد زايد لقى العروسه ومشى هو وعائلته يخطبوها. عائلة البنت وافقوا عليه وحددوا الوقت اللي غيديروا فيه العرس، اللي غيكون نهار 15 في شهر 8 2009 في مدينة الجهراء في الكويت، وغيديروه في خيمة قدام الباب اللي غيعيشوا فيه العرسان. ورا الخطبة خواتات زايد بقاو كيصيفطوا تصاور العروسة الجديدة لنصرة، وهادشي اكيد ضرها بزاف وزادت مرضات من عرفات باللي صافي كيوجد العرس وبقى ليهم اسابيع قليله وزايد غادي يتزوج. نصرة واخا كاع داكشي اللي طرا كان باقي عندها امل ان زايد يرجع ليها، وبلي كاع هادشي اللي دار كان مجرد غضب منه وحيت بغى يوريها بلي راها كانت مقصره في حقه. فكانت كتسناه يجي يحذرها ويردها لدارها، ولكن تاكدات بلي بصح زايد غادي يتزوج مني خواتاتو صيفطوا ليها تصاور. ومع ذلك بقات نصرة كتعيط ليه وكتطلبو وترغبو يردها وما يتزوجش ويتراجع على هذا الشيء، وهو كيقول لها باللي ما ناويش يرجع على القرار ديالو. مع الوقت نصرة رضات بالامر الواقع وفقدات املها في زايد، حتى جا
نهار العرس، وكانوا دايرين 2 خيمات، خيمة ديال العريس والرجال وخيمة فين غتكون العروسة والعيالات، بحكم أن العرس ما كانش مختلط. وباش تعرفوا أن الخيمة كتكون كبيرة بزاف، أن كل وحدة فيهم كتقدر تهز تقريبا 300 واحد. وفعلا الخيمات بجوج عمرو بالضياف اللي كان فيهم عائلة زيد والعروسة وصحابهم وحتى وليدات صغار، وكانوا حتى ناس مهمين جاو من السعودية خصيصا غير باش يحضروا العرس. وفعلا العرس بدا والناس كانت ناشطة وفرحانة، ولكن نصرة في هاد الوقت كانت كتعيط بزاف لزيد، ابيل ورا ابيل باش طلبوا يحبس كل شيء ويرجع ليها. وزيد شاف لي زابيل ديال نصرة ولكن اختار انه ما يجاوبش وكمل الاحتفال مع صحابه وناسه، ولكن حتى واحد فيهم ما كان متوقع ان هذا الاحتفال والنشاط غتكون عنده نهاية مأساوية. مع 8:30 الليل البوليس جاتهم ابيل من راجل كيغوت وكيرغبهم باش يجيو، وراها جاتهم ابيل تانية والثالثة والرابعة من نفس البلاصة كيقولوا لهم باللي طرا انفجار كبير وسبب في عافية كتيرة اللي ما عرفوش كيفاش يطفيوها، وإلا ما جاوش دغيا هاد العافية غادي تدي معاهم قرية كاملة. جاو البوليس وفعلا شافوا عافية كتيرة، والعافية كانت شادة في الخيمة اللي فيها العروسة، الناس كتغوت وليدات كيبكيو وكل شي كيجري، الناس كانت ميتة ومليوحة في كاع البلايص. داو البوليس كيحاولوا يخرجوا في العيالات من الخيمة حتى الخيمة طاحت كاملة عليهم بكثرة ما شدت فيها العافية. المنظر كان مرعب لدرجة ناس حسوا باللي كيعيشوا في فيلم الرعب ولا في كابوس، ولكن الرعب الحقيقي شافوه من يطفاو العافية ومن يبداو الرجال كيقلبوا على عيالاتهم بناتهم وخوتهم تحت الخيمة، ومن بين الجثث الكتيرة اللي كانوا في كاع البلايص، ولكن حتى حد ما قدر يتعرف على بمو اختو ولا بنته بكثرة ما كانت وجوههم واجسادهم مشوهة بالعافية من غير الحوايج والصبابط اللي كانوا في كاع البلايص. منظر اللي كان صادم ماشي غير الناس اللي كانوا حاضرين، ولكن صدم الكويت كاملة وخلى الإعلام كامل كيدوي على الألم اللي عاشوه هاد الناس. ومن أكثر المناظر اللي ألمات البوليس والشعب الكويتي كامل كان ديال المرأة ماتت محروقة وهي معنقة بنتها كتحميها من العافية. الإسعاف كانت كتهز الجثث والناس اللي تصابت للسبيطار، اللي حتى هو عاش حالة كبيرة ديال الفوضى وعدد كبير من المصابين اللي كان كيزيد كتر مع الوقت. طبا ما كانوش عارفين بمن يبداو بكثرة ما بزاف الناس كان عندهم حروق خطيرة، وحتى هما كان صعيب عليهم يتعرفوا على المصاب بالتشوه اللي كان فيه. ومن بعد ما جمعوا البوليس كاع الأدلة اللي لقاو في العرس عرفوا باللي كتر من 57 مرة ماتت، وكان منهم بنيات ووليدات صغار، ومامات العروسة حتى هي ماتت، وكتر من 100 واحد تصاب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة اللي خلت حتى البوليس ما يعرفوش يحددوا هويات الناس بالتشوه المرعب اللي سبباتو ليهم العافية. ولدرجة بزاف منهم ماتوا في السبيطار حيث ذاتهم ما قدراتش تحمل الألم ديال الحريق. البوليس ما عرفوش شنو السبب هاد العافية اللي شالات، وعرفوا باللي التوب ديال الخيمة سهل على العافية باش دغيا تنتشر ويصعب عليهم يحكموها. يعني أي واحد لاح شي حاجة فيها العافية سهل أنها تحرق الخيمة كاملة في دقائق قليلة. وإلا كنتو كتسولوا على فين زايد ومرتو جديدة فغنقول لكم باللي زايد وعروستو ما طرا ليهم حتى حاجة وما تقاسوش، حيت في ديك الوقيته كانوا هما برا الخيمة. وأكيد هاد الحادث صدمت الكويت وخلت الإعلام الكويتي والعربي يدوي عليها، وكل شي كان باغي يعرف كيفاش حتى شالات هاد العافية. الناس اللي كانوا ساكنين في ديك البلاصة قالوا باللي سمعوا صوت انفجار قوي لدرجة تعتقدوا أنها عملية تفجير إرهابية. وهنا غيجي أهم سؤال عند البوليس: واش هاد العافية شعلات عن غير قصد ولا شي حد قصد يشعلها؟ من وراها بأيام دفنوا الناس اللي ماتوا، والكويت كاملة كانت في حالة حداد داك النهار، حيت اللي ماتت ليه مرته، اللي مات ليه بنته، اللي مات ليه اختو، كل واحد كان مات ليه عزيز عنده. الحزن كانت كتعيشو الكويت كاملة، ومنهم راجل بان في الإعلام وهو منهار بسبب الموت ديال بنته فاطمة اللي ما قدرش يتقبله، واللي كان كل حاجة في الدار كتفكروا فيها. البوليس ما حبسوش وبقاو كيحققوا في أي حاجة ومع كاع الضيوف باش يعرفوا أشرا وليلة شي حد ممكن
يكون شاف شي حاجة، خصوصا أن التحقيقات الأولى بينات باللي ممكن تكون حادثة عادية والعافية دغيا شعلات. ولكن هاد النظرية ما طولاتش، من بعد ما التحقيقات الجنائية بينات العكس، ولقاو باللي هاد العافية اللي شعلات كانت مقصودة. وهما كيقلبوا في المنطقة لقاو 2 قراعي، والبوليس خداوهم باش يعرفوا شنو كان فيهم. تقارير بينات باللي فيهم ليسانس، وراها مباشرة البوليس جاهم اعتراف غريب من جا عندهم سائق ديال الطاكسي وقال لهم باللي وهو غادي في طريقه وقفاته مرا منقبة، طلعت للطاكسي وقالت ليه يوصلها لمنطقة العيون، ولكن قبل ما يوصلوا طلبت منه انه يدوزها من ستاسيون ديال ليسانس حيت بغات تاخد منها شي حاجة. داها الطاكسي وهبطات للستاسيون، ومن رجعات جابت في يديها 2 قراعي وقالت ليه تقدر تكمل طريقك، حتى وصلها الطاكسي للبلاصه اللي بغات، خلصاتو ومشات. والهضره اللي قال مول الطاكسي تاكدات من البوليس مشاو كيحققوا مع الجيران ومع كاع السكان ديال ديك المنطقه، وتما وحده من الجيران قالت لهم باللي شافت وحده منقبه وكانت هازه في يديها قرعه. جات عندها وطلباتها تعطيها وقيده وجورنال ولا وراق، ومن عطاتهاش بغات قالت لهم شفتها دارتهم تحت من الخيمه. من بعد ما سمعوا البوليس هادشي مشاو عند زيد باش يحققوا معاه هو وعروسته، وسولوه بطريقه مباشره واش شاك في شي حد معين ممكن يبغي اديك، وهو جاوب وقال لهم انا ماشي غير شاك ولكن متاكد ان اللي دار هادشي هي نصرة مرتي الاولى. ومن يسولوه شنو اللي خلاك تشك فيها قال لهم باللي نصرة سبق وهددته من قبل باللي الا كمل في هاد الزويجه ما غاديش تدوزها ليه على خير. ولكن زيد كان كيظن باللي غير كتهضر حيت مضروره ورافضه زواجه وعمرها غدير شي حاجه. واكيد البوليس من يسمعوا هاد الهضره مشاو مباشره عند الدار ديال عائله نصرة باش يحققوا معاها حتى هي. واول ما وصلوا وجاوب كاع الادله، نصرة مباشره من بعد ما سمعت هادشي دخلت في نوبه ديال البكاء والغوات وبطريقه ماشي طبيعيه، حتى انها ما قدراتش تقول 2 كلمات مقادين بكثرة ما تخنقات بالبكا. بقاو البوليس وعائلتها كيهديو فيها حتى قدرات تدوي، ومني لقات راسها كلشي مدورها وما عندها فين تهرب اعترفت باللي هي اللي كانت ورا العافيه اللي شعلات في الخيمه، وقالت لهم باللي دوزات ليالي وهي غير كتفكر كيفاش تخسر لهم العرس وكيفاش تخلي فرحتهم ما تكملش. ولقات باللي احسن حل هو ليسانس، وقالت لهم باللي مني شراتو ومشات لبلاصه العرس شعلت شويه ديال ليسانس ورا الخيمه، وتوقعت باللي الناس الا شمت ريحه الحراق غادي يخرجوا من الخيمه. ولكن مني شافت باللي حتى حد ما خرج وحتى شي واحد ما دار ردة فعل، قررت انها تخلعهم وشعلات العافيه في القراعه ليسانس ودارتهم تحت من الخيمه وهربت بعيد على العرس. فدات كتسمع صوت الغوات وظنات باللي خطتها نجحات والناس هربات من الخيمه ورجعت لدار والديها، وباللي ما توقعتش ان كاينين ناس غادي يموتوا ويتآداو. ومني سولها البوليسي علاش هي اصلا دارت هادشي ياك زيد طلقها وسالا معاها، قالت لهم باللي هي كانت باغا توصل ليه رساله باللي هاد الزويجه ظلم في حقها، وقالت في التحقيقات باللي هي غلطات مني خلات الغيره والغضب يعميوها وباللي كتستحق الموت حيت أذت ناس كتيره اللي كانوا عزاز عليها وناس كانوا كيدخلوا بالخير بينها وبين زيد، ضراتهم وكانت سباب في حزنهم وهما ما عندهمش ذنب. وقالت باللي هي كانت بوحدها في هاد الشيء واتحد معاونها واتحد ما كان فراسو شنو كانت كتخطط. ومن بعد ما سالاو التحقيقات تشدات نصرة في الحبس حتى يوصل وقت المحاكمة ديالها. وفي هاد الفترة اللي كانت مشدودة فيها زيد ما زارها حتى مرة حيت ما كانش قادر يشوف وجهها ولا داكشي اللي دارت. ومن يبداو جلسات المحاكمة زيد حضر باش يشهد فيها، ورا ما سالاو الجلسات تحكم على نصرة العنزي بالإعدام شنقا وبقات وراها 7 سنين في الحبس حتى النهار 25 يناير 2017 خدوها مع مجرمين آخرين اللي كانوا حتى هما محكوم عليهم بالإعدام باش يطبق عليهم كاملين وفي نفس النهار. ومن يوصل الدور ديال نصرة وسولوها شنو آخر طلب عندها جاوبتهم بكلمة واحدة وهي أنهم يسمحوا لها ورا إعدامها
نصرة كانت أول مرة كويتية كيطبق عليها حكم الإعدام، وبسبب الجريمة اللي دارت تسمات ديك المنطقة بمدينة الأيتام. نصرة حسات بالظلم والغيرة، الشي اللي خلاها واخا طلقات ما برداتش العافية اللي شاعلة فيها، وما قدراتش تقبل الزواج ديال راجلها وتكمل حتى هي حياتها وتدوز لحاجة أخرى، ولكن بقات كتقلب كيفاش تنتقم منه، وبلا ما تحس خلات العافية اللي شاعلة فيها تحرق ناس كتيرة ما كان عندهم حتى ذنب، وحكمت على راسها حتى هي بالموت وهي مازال صغيرة. وبحال نصرة كاينين بزاف وبزاف اللي بغاو بطريقة مرضية خلاتهم ما يتقبلوش فكرة الفراق، فأدوا ريوسهم وأدوا الناس اللي خلاوهم، ولكن ماشي هكا كيتعالج المشكل. الانتقام عمرو ما كان حل، وعمرو ما غادي يقدر يطفي العافية اللي غتحسها لداخل ديالك. العافية كتطفى مني كتختار أنك تجاوز، تقبل وتكمل حياتك. وهنا كتكون سالات القصة ديالنا. نتمنى أنها تكون عجباتكم. ما تنسوش تخليو لي رأيكم في الكومنتات. السلام عليكم.